بالك قد ايه يا عم محفوظ بتمارس السباحه؟ فوق ال 40 سنه. ما شاء الله. عمرك قد ايه يا عم محفوظ؟ سنك تديني قد ايه حضرتك؟ يعني 55 مثلا؟ زود 20. ما شاء الله، الله اكبر. 75. مواليد ما شاء الله. 45. كل يوم بتيجي هنا يا عم محفوظ وبتنزل ميه؟ يوميا. ما شاء الله. يوميا. طيب السباحه فادتك بايه؟ ياه، السباحه المهنه الرياضه الوحيده اللي بتحرك فيها من شعر دماغك لحد ضفر رجليك. بتفرق جميع معاك صحيا ونفسيا؟ جدا 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 جدا. في زمايلي اصغر مني في الاربعينات ماسكين عكاز يعني. فماسك عكاز في سن 42 43. ما شاء الله. حرام عشان ما بيمارسش حاجه. طبعا ما بيمارسش حاجه فعلا. وبعدين الحمد لله ان الرياضه انضف من الكوره، عشان كده كرهت الكوره ومسكت في السباحه. واللي حببني في الميه الحاج محمد عبد اللطيف ابو هيفا، كابتن مصر وكابتن العالم وبطل العالم والانسان الوحيد اللي عبر الماتش في يناير. نزل 17 ساعه في الثلج. ما شاء الله. يشد الثلج. الانسان الوحيد، مش المصري الوحيد، ما شاء على الله. اساس ما فيش حد بعده ولا قبله عمل كده على مستوى العالم كله. لو قعدت يومين مثلا ما تنزلش الميه او 3 ايام؟ لا ما اقدرش. يعني اما كنت في الخدمه حضرتك كنت في ناصر بنات بتاع رياضه، فكنت عندي بتاع ده دولاب ابيض اللي هو بتاع ايديال. حاطط فيه شنطه فيها حاجه الميه. طب انا في ناصر بنات مش هقدر اجي مثلا او في الشتاء. هنا الميه مفيش موجوده في الشتاء. اعمل ايه؟ اخد الشنطه واطلع على ناصر بنات دي اللي في الخزنداره. اطلع على رود الفرج، موقف رود الفرج. اروح نزل الميه هناك في رود الفرج في النيل، في ميه النيل. ادمان بقى كده. ادمان. وصلت للادمان بطريقه رهيبه رهيبه رهيبه. انا كتير قوي بشوفك بتقعد بالساعات في قلب الميه ما شاء الله. وحاسك مستمتع ومش عايز تطلع يعني. لا 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 لا، بطلع بالعافيه. ما شاء الله. بطلع بالعافيه لان عايش لوحدي. ربنا يديك الصحه يا عم محفوظ. تقول لي للناس اللي ما بتمارسش بقى رياضه، وخصوصا رياضه مهمه زي رياضه السباحه جدا. وخصوصا الناس الكبار مش الصغار. انا مش بتكلم على الاطفال. الناس الكبيره انا بحس ان هم اكثر الاحتياج طبعا لرياضه زي دي. بعكس الناس الاطفال الصغيره، عشان ما يخشش في ضغط وتصلب شرايين ولغط وسمنه زياده. حرام السمنه الزياده. يعني في الطب الرياضي يقول ايه؟ اطرح من الطول 100 يديك الوزن المثالي. بنتي كانت بتربيه رياضيه فعلا، فكنت بقرا معاها ماده اسمها الطب الرياضي، كانت اختياري. قلت لها لا يا بنت الرفض امسكيها. امسكيها لانها هتفيد ولادك بعد كده. خديها ما تسيبيهاش، برغم انها ماده اختياريه كانت ماده ممتازه. يقول لك اطرح من الطول 100 يديك الوزن المثالي، زياده على كده تقل على القلب. ادي مثال لحضرتك. علاء ولي الدين مات 28 سنه من السمنه. نام على جنبه الشمال، الدهون كبست على عضله القلب وقفتها. كنا احنا بنعيط عليه اكتر من السيدات. فعلا جدا جدا. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. 28 سنه الدهون كبست على عضله القلب. يعني النصيحه اللي انت بتقدمها للناس، اي حد لازم يلجأ لاي نشاط رياضي جدا ويكون امن زي السباحه وما يبطلش الحركه. يعني يقول لك السباحه نشاط رياضي امن مفيش فيه اصابات. الطب الرياضي قال لك ايه؟ الانسان اللي عدى ال 40 لازم كل يوم يمشي ساعتين متقطعين. سمشن. فعلا. سمشن المجموع فعلا. اللي يمشيه ساعتين، مش يمشي ساعتين ويقع من طوله. صحيح. لا، مجموع اللي يمشيه ساعتين في اليوم. فعلا لازم يمشي. يعني مثلا انا مثلا ما جيتش النادي النهارده وقاعد في البيت، اعمل ايه؟ انزل من رمسيس اروح المظلات ماشي. ربنا يديك الصحه. تاخد ساعتين رايح وساعتين جاي. ربنا يديك الصحه. الله يخليك. فدي الحته دي على اساس ان انا ما اتعرضش لتخن وما اتعرضش لتصلب شرايين، ما اتعرضش لضغط. ربنا يديك الصحه يا رب. الله يديك الصحه. ودايما اشوفك كده مديني امل وحماس كده. لا ان شاء الله باذن الله باذن الله. رأي انت حضرتك الخير والبركه. حضرتك الخير والبركه. تسلم يا عم محفوظ. الله يخليك يا بيه. سلام يا عم محفوظ.